بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مجدي منصور يحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بيتك يفيدك. كل الناس بتاعت شرق القاهرة زعلانة علشان خاطر احنا مركزين أكتر على غرب القاهرة، فمعظمهم بيتكلم معايا ويقول لي احنا عايزين تتكلم عننا كمشاريع برضه. وما نقدرش ننكر ان في نجاحات كبيرة وفي شغل كبير جدا 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 بيتعمل في شرق القاهرة. على سبيل المثال للحصر، وده يعتبر المشروع الأول للدولة في الفترة الأخيرة، وهو مشروع العاصمة الإدارية الجديدة. 170 ألف فدان تقريبا بيتفتحوا في التطوير العمراني اللي متواجد في شرق القاهرة، واللي بيربط ما بين طريق السويس وطريق العين السخنة. تمام. واللي بيكون مشروعاته كبيرة جدا جدا، بتضم استثمارات مصرية وعالمية في كل الأنحاء. مشروع العاصمة الإدارية هو مشروع الدولة الأول اللي بيشمل جميع الاستثمارات العقارية، سواء السكنية من فيلات ومن شقق ووحدات، أو المشاريع التجارية الكبيرة والمولات الفخمة اللي متواجدة هناك. نقدر نقول إن العاصمة الإدارية النهاردة كمساحة تقريبا أكبر من دول. في دول النهاردة يعتبر فيها عواصم كبيرة ما فيهاش اللي متواجد في العاصمة الإدارية. من 18 مليون ل 50 مليون نسمة هو ما بنأمل بإذن الله، وبتأمل الدولة إن العاصمة الإدارية تضمه من دلوقتي لحد 2050. إذن إحنا بنتكلم عن مكان سيضم جواه دولة، فبالتالي واخد اهتمامات كبيرة، واخد تركيز كبير جدا جدا من الدولة. والنهاردة إحنا هنتكلم عن مشروع من المشاريع القوية اللي هتظهر للنور في الأيام ديت، والمشروع دوت يعتبر من أميز المشروعات اللي متواجدة في العاصمة الإدارية الجديدة. كان من دورنا إن احنا كمان نواجه الناس للاستثمارات اللي بتحصل في شرق القاهرة زي ما احنا مركزين على غرب القاهرة. حبينا النهاردة نتكلم مع واحد من أقوى الناس، أو من أقوى الشركات اللي بتتواجد دلوقتي في العاصمة الإدارية، واللي بتعمل مشروع كبير اسمه مشروع نيبو، من الأسامي اللي اتاخدت من المسميات المصرية القديمة. يعني هم بيقولوا ان المشروع بتاعنا بيجمع ما بين التصميم الفخم والموقع الاستراتيجي في قلب الحي الإداري، وكمان بيقدم خدمات إدارية وتجارية على أعلى مستوى. كل ده برؤية معمارية مختلفة فيها لمسة فرعونية حديثة. وهيكون معانا النهاردة علشان نتكلم معاه شوية عن الشركة واستثماراتها ورايحين لفين بإذن الله في العاصمة الإدارية، الأستاذ حذيفة أحمد، رئيس قطاع المبيعات في شركة جيديكو للتطوير العقاري. مساء الخير يا فندم. ألو. تقريبا أحمد بيه لسه ما دخلش معانا في المكالمة. هنكمل شوية كلام عن شرق القاهرة وعن العاصمة الإدارية زي ما كنا بنتكلم، وبنقول إن احنا بنتكلم تقريبا في حوالي 750 كيلو هي مساحة العاصمة الإدارية. بنتكلم على المكان يقع في منطقة يعتبر بتربط ما بين مناطق كتير، فهو بالقرب من مدينتي، بالقرب من التجمع، بالقرب من كل المدن الجديدة اللي متواجدة في شرق القاهرة. كل الناس عارفة ان احنا عندنا استثمارات كتير جت الفترة الأخيرة في منطقة شرق القاهرة، وخصوصا في العاصمة الإدارية. كتير من الناس المستثمرين سواء المصريين أو اللي من بره مصر توجهوا في استثماراتهم لشرق القاهرة في العاصمة الإدارية. بإذن الله كل ده على أمل ان المكان ده هيضم استثمارات قوية جدا جدا في الفترة اللي جاية. أنا عن نفسي بكون سعيد جدا لما بتكلم عن أي استثمارات بتحصل في بلدي، سواء في شرق القاهرة أو في غربها، سواء في أي محافظة من أسوان لإسكندرية، وبحس بالفخر وأنا بقدم دوت في أي برنامج من برامجي. دايما بشوف إن إحنا عشان نساعد في بناء المستقبل لازم نظهر للناس كل الشغل اللي بيحصل دوت. الاستثمارات العقارية في مصر محدش يقدر النهاردة ينكرها، خصوصا ان كل الناس لمحت ان الاستثمارات التجاريه اللي بتحدث في مصر في الفتره الاخيره هي استثمارات مرضيه جدا جدا جدا. محدش يقدر ينكر ان دور الاستثمار التجاري والاداري في مصر قوي جدا جدا. انت النهارده بعد ما كنت بتفكر بس في ان انت تشتري وحده سكنيه او فيلا للسكن العادي، انت كمان ممكن يبقى عندك وحده تجاريه او اداريه. فبدل ما بس يكون عندك حاجه تقدر تبيعها او ريسيل ليها في المستقبل بمكسب اكبر، انت تقدر كمان في الوحدات التجاريه والاداريه ان انت تكسب نتيجه ان انت ممكن تبدا تاجرها
وخصوصا ان احنا لمسنا في مصر ان فكره الايجار التجاري والاداري في مصر نجحت جدا جدا في الفتره الاخيره. لو جينا نتكلم عن مناطق كتير شغاله في الفتره الحاليه سواء في التجمع، اقرب النقاط للعاصمه الاداريه التجمع او مدينتي او كده، لما بدردش مع مجموعه من اصدقائي اللي شغالين هناك في المنطقه واللي عندهم وعي بالفكر العقاري اللي موجود هناك، بلاقيهم بيكلموني في ارقام بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لكل اصحاب الحاجات التجاريه والاداريه اللي موجوده هناك. الارقام بقت غاليه جدا في الايجار هناك. المتر تقريبا بيبدا من 1000 جنيه في الايجار التجاري او الاداري، فبالتالي الناس بتقدر تعمل ربح كويس من ورا المولات التجاريه اللي موجوده في المدن اللي موجوده دلوقتي او في المولات اللي موجوده دلوقتي. فبالتالي كل الشركات او معظم الشركات النهارده بدات تنوع، اللي عنده مشروع سكني بيبدا يحط جنبيه كمان مشروع تجاري، لانه هو عارف السوق رايح لفين، شايف ان الناس كتير بتبدا تفكر في الاستثمار التجاري، فبيبدا ينوع في الاستثمارات بتاعته وفي الشغل بتاعه على اساس ان هو يحط كمان شغل تجاري او اداري معاه في الشغل اللي هو بيعمله. فاحنا بنتكلم عن مكان تقريبا تكلفة الاستثمارات في العاصمة الإدارية هتدخل في حوالي 25 مليار دولار. متوقع أن العاصمة الإدارية زي قلت لحضراتكم أن هي تكون من أقوى المدن في العالم العربي والشرق الأوسط وإن شاء الله في العالم. خلينا نرجع تاني. أستاذ حذيفة أحمد رجع تاني معانا، رئيس قطاع المبيعات في شركة جيدكو للتطوير العقاري. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا وسهلا. يا أهلا بيك يا فندم، أخبار معاليك إيه؟ فضل ونعم الحمد لله. منورنا يا فندم. ليه مش عارفين نتكلم معاك؟ الموضوع صعب ولا ايه؟ الله يكون في العون. معلش بس يعني خير، احنا سعداء بمشاركتنا معاكم ويعني بنتشرف بتواجدنا يعني ان شاء الله. اتفضل. شرفتنا يا فندم، وباذن الله مشروعكم يكون من اقوى المشاريع في العاصمه الاداريه الجديده. يا رب ان شاء الله. قول لي انتوا شايفين ازاي العاصمه الاداريه؟ وجهه نظركم، داخلين ازاي؟ ناويين على ايه؟ كلمني سريعا كده عن وجهه نظركم في المدينه وفي العاصمه الاداريه ككل في الاول، وبعد كده كلمني عن مشروعكم الجديد اللي باذن الله هتطرحوه في الفتره الحاليه. طيب، هو احنا مختارين العاصمه الاداريه اللي هي يعني كنا مؤمنين جدا جدا بانها مستقبل الاستثمار في مصر، بتمثل نقله حضاريه واقتصاديه قويه جدا. وبصراحه كمان الدوله عامله فيها مجهود كبير، وعامله بيئه تخلق فيها اكتر من استثمار حقيقي وعصري كمان وحديث. يعني هي كمان من مدن الجيل الخامس. فكان اختيارنا للعاصمه الاداريه كاول مشروع ده من يعني من اهميه المنطقه نفسها. كل المستثمرين بيتوجهوا هناك. عاصمه متقسمه كويس جدا. الاستثمار ناجح جدا 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 الفتره الحاليه الحقيقه يعني. المشاريع الجديدة للشركة في المدينة هناك أو في العاصمة الإدارية، كلمنا بقى عنها وعن وجهة نظركم، مستقبلكم العقاري في العاصمة الإدارية في شرق القاهرة. احنا كشركة جيديكو ديفلوبمنت احنا قررنا نخش بأول مشروع. عندنا قاعدة استثمارات كبيرة جدا سواء في العاصمة الإدارية أو في القاهرة الجديدة كمان، لأن هي امتداد العاصمة الإدارية. نزلنا بمشروع نيبو في الحي الإداري. المنطقة اللي هناك قوية جدا جدا جدا. التصميم بتاع المشروع مختلف، عاملينه على الشكل التراثي الفرعوني والحضارة التراث كمان. فكل حاجة يعني مختارينها بعناية شديدة. أنا شايف إن أنتوا رايحين باسم شوية مايل للمستوى الفرعوني أو الأسلوب الفرعوني. ده حقيقي. كلمني عن ده يا فندم، اتفضل. طيب، هو أولا مشروع نيبو هو مول إداري كمشروع في الحي الإداري. هو مول إداري متميز جدا في قلب العاصمة الإدارية، وده بيخليه موقع ذهبي، وده يعني مستوحى من الاسم بإطلالة مباشرة على كل سلطات الدولة المصرية. زي مبنى البرلمان، مجلس الشيوخ، مدينة العدالة اللي بتضم مجمع محاكم ونيابات مصر كلها بالكامل. وكمان احنا قريبين جدا جدا من مسجد مصر، أكبر مركز ثقافي إسلامي في الشرق الأوسط. مظبوط. فكان الاختيار ده احنا مختارين بعناية، يعني ان الموقع ده ما يبقاش عادي، لان ده اول مشروع وبنكمل عليه بقيه المشروعات اللي جايه على مدار ال5 سنين اللي جايين ان شاء الله. كثره المشاريع اللي موجوده في العاصمه الاداريه، هل الشركه داخله بقوه وشايفه نفسها تقدر تنافس في وسط التزاحم الشركات الكتيره اللي بتتهافت على ان هي تتواجد في العاصمه الاداريه؟ انتوا شايفين ان شاء الله ان انتوا تقدروا ان انتوا تنافسوا وتنجحوا في ده بسهوله؟ المنافسه حلوه جدا، بتخلي كل مطور من الساده المطورين المحترمين يتنافسوا على انهم يقدموا منتج عقاري
في فاليو للعميل وفي فاليو كمان للدوله. ليه؟ انا النهارده مختلف في الحي الاداري بتصميم المشروع. ليه؟ يعني هو مش مجرد شكل ولا رؤيه متكامله، لا وكمان مش ديكور، لا احنا مؤمنين ان التصميم بيعكس الهويه. استخدمنا الرمزيه الفرعونيه عشان نعبر عن الثبات والفخامه والقيمه كمان. فكثره المنافسه وكثره المنافسين دي حاجه حلوه جدا، يعني بتخلينا نشتغل اكتر، نبدع اكتر، كل واحد يخرج من عنده مشروع متميز يفيد بيه العملاء اللي بيشتروا معاه، ويفيد بيه كمان الموقع العاصمه الاداريه. يعني انتوا شايفين ان المنافسه في تواجد شركات كتير ده في صالحكم مش ضدكم؟ لا طبعا في صالحنا، بس اهم حاجه يكون في التزام، يكون في مصداقيه، يكون الشركات يعني ليها سابقه كبيره جدا، سواء في المقاولات في الانشاءات، مش جديده، يعني مش جديده اللي هي يعني ما فيش سي في ده بشكل سريع. يعني دخلنا في الكلام بسرعه ونسيت اسال حضرتك، قول لي انتوا كشركه ايه سابقه الاعمال القويه اللي ممكن نطرحها والساده المشاهدين يسمعوها من سيادتك سريعا؟ احنا مجموعه الزلات جروب ده في الاصل. طيب الزلات جروب هي اصلا شركه من الثمانينات، متخصصه في قطاع المقاولات فئه اولى. عظيم. فدي احنا دي ابسط حاجه عندنا. وكمان نمتلك مصنع اسمنت، نمتلك مجموعه مزارع موجوده عندنا طبعا تحت بند مجموعه الزلات جروب في اكتر من شركه، لكن اهمها الاساسي واللي احنا شغالين فيه هو قطاع المقاولات والانشاءات فئه اولى ممتازه. يعني مشكله الاسمنت مش هتفرق معاكم؟ لا ولا الاسمنت ولا العماله ولا الحديد ان شاء الله. لما بدات اتدردش مع الاعداد شويه بنتكلم عن المشروع وعن الشركه عندكم، عرفت ان بسم الله ما شاء الله انتوا تقريبا بايعين 85% من المشروع مع اللونش تقريبا. يعني خلينا افرحك بقى بحاجه حلوه، ويعني دي بقى للساده العملاء. احنا النهارده بنحتفل باطلاق المرحله الثانيه للمشروع. احنا خلصنا فيز 1 خلاص الحمد لله، وده كان عشان يعني سهلنا على العميل طرق سداد محترمه جدا، الموقع، تصميم، المساحات حلوه جدا جدا جدا. والنهارده يعني بالمناسبه والمداخله الجميله لما حضرتك دي بنعلن على افتتاح المرحله الثانيه وبنظم سداد جديده مريحه اكتر للعميل، بقدم فاليو اكتر للعميل، لان انا يعني ان شاء الله هنعلن على شراكه مع شركه اداره وتشغيل متخصصه في الحي الاداري، هتعاقد مع شريك تكنولوجي بيفيد من رفع كفاءه المشروع للعميل او للمستثمر نفسه. عظيم. ما تقلقش من دي، احنا عارفين وشنا حلو الحمد لله. كل الشركات اللي ظهرت معانا ربنا بيكرمهم احسن كرم، اللهم لك الحمد. الله يخليك. وان شاء الله باذن الله فيز 2 تكون باذن الله فتحه خير عليكم. كلمني بقى عن الوحدات، ازاي قادرين تشكلوا في الوحدات بتاعتكم اللي يخلي فعلا العملاء كانت انترستد وخلصتوا فيز 1 بسرعه كده؟ اللي خلانا هو ان احنا عرفنا ودرسنا قبل ما ننزل بالمشروع بتاعنا او باي مشروع لما تمتلكه شركه جاديكو، العميل محتاج ايه. دايما انا بشوف العميل بتاعي محتاج ايه، من مشروع سكني ولا تجاري ولا اداري، محتاج مساحات متوسطه كبيره صغيره. كل ده وفرته في مشروع نيبو الحي الاداري. وفرت مساحات تبتدي مع حضرتك من 34 متر اب تو 71 متر. عظيم. وتقدر تاخد وحدتين، تقدر تاخد 3 على حسب احتياج حضرتك انت حضرتك هتستخدمه ليك او هتستخدمه كقطاع استثماري. عظيم. فوفرنا ده. وكمان ممكن لو تسمح لي يعني اعرض من خلال حضرتك نظم السداد عشان تبقى برضو اكسكلوزيف ليكوا قبل حتى ما نعلنها النهارده في حفلتنا. تمام. عندنا هو في حفله النهارده؟ ان شاء الله. طب وحضرتك ما دعيتناش ليها ليه؟ طيب ينفع كده؟ مفيش مشكله، متعوضه في الحفله الجايه ان شاء الله. شرفنا حالا يا فندم. ده شرف لينا يا فندم باذن الله. مبروك ان شاء الله. خلال مبارك عليكم ان شاء الله. وجودك باذن الله. ربنا يخليك ويبارك في حضرتك. اتفضل يا فندم. احنا النهارده بنقدم لعملائنا 10% مقدم تعاقد، والمتبقي بالكامل على 10 سنين بدون دفعات. باشمهندس انا عايز اخد وجهه نظرك، يعني بعيدا عن المشروع عندك او كده. طبعا احنا شايفين السوق العقاري في مصر بسم الله ما شاء الله، عندنا تقريبا دلوقتي ملايين الامتار اللي اتفتحت للاستثمارات سواء السكنيه او الاداريه او التجاريه، وبدانا نوسع فترات السداد ونوصل بيها زي ما حضرتك لسه بتقول 10 سنين. ده كان حلم، يعني احنا كان اقصى حاجه بنوصل لها
60 شهر اللي هو 5 سنين، وكنا كده بنفتكر جامدين قوي. كنا بنفتكر ان ده حاجه احنا عاملينها اكسكلوزيف مش موجوده عند اي حد. دلوقتي احنا بنتكلم في 10 سنين. عايز اعرف من حضرتك كمدير مبيعات لشركه كبيره زي شركه جيوتكو، ايه راي حضرتك في الفكر دوت وده رايح بينا لفين؟ ده بيعود على العميل. عظيم. ليه بيعود على العميل؟ حضرتك النهارده القدره الماليه لجميع الوحدات ارتفعت طبقا للاسعار العالميه على مستوى العالم كله في العقار. تمام. دايما انا بقول العقار هو الابن البار. تمام. الاستثمار الامن هو الاستثمار العقاري. مظبوط. ايا كان نوعه، سواء اداري، تجاري، فندقي، ايا كان نوعه، سكني. وكمان النهارده القطاع الاداري مهم جدا جدا جدا، لان مصر بتتحول للاحسن. طيب فانا ليه عملت 10 سنين؟ عشان العميل يقدر يعني يبقى قسطه الشهري بسيط، مش ضغطه. طب النهارده انا عامل ميزه حلوه، طب العميل النهارده اللي قادر يدفع، طب بياخد مقابل ده ايه؟ بياخد ديسكاونت على السنه نسبه معينه. يعني العميل هو اللي بيتحكم في سعر المتر الوحده بتاعته، هو اللي بيتحكم في نظام سداده، هو اللي بيتحكم في فتره سداده. حضرتك متخيل؟ يعني انا مثلا عندي متر ب 85,000، يقدر العميل ياخده ب 70. ازاي؟ نقعد نتفاوض، شوف حضرتك عايزه 10% و8 سنين، 15% و8 سنين، 10% و5 سنين، ياخد ديسكاونت اعلى. فالعميل النهارده بيستثمر في وحدته، سواء مالك او مستخدم. حلو جدا. طيب يبقى احنا كده خلصنا النهارده ان بجد احنا رايحين لمستقبل عقاري في العاصمه الاداريه. شركه جيوتكو بتحطه قدام الناس وبتقول للمستثمر المصري والاجنبي ان مشروع نيبو هيكون من اقوى المشاريع التجاريه الاداريه، كموقع، كمميزات، كفترات سداد، ككل الكلام دوت. هل في حاجه مستقبليه جايه حضرتك تقدر تفرح العملاء بتاعتكم في مشاريع تانية في الفتره الجايه انتوا ناويين تطرحوها؟ ان شاء الله نخلص الكوارتر الثالث من 25 وتبقوا شركاء معانا في التكريمات اللي هتحصل لفيستو ومبيعاتها والعملاء كمان، وشركات الوساطه العقاريه اللي بتساعدنا. وان شاء الله نبدا نعلن في يعني الكيو الرابع من 25 او بدايه 2026 حاجه محترمه جدا جدا جدا. ممكن تبقى حاجه سكني، كومباوند سكني محترم جدا. عظيم. او حاجه ان شاء الله برضو اداري او في الحي المالي في العاصمه الاداريه الجديده. مبارك عليكم يا فندم ان شاء الله. باشمهندس حذيفه احمد، رئيس قطاع المبيعات في شركه جيوتكو للتطوير العقاري، شرفتني ونورتني. مش هطول على سيادتك علشان انا عارف ان انتوا عندكم حفله النهارده، اي نعم ما دعوتوناش ليها، بس مبارك عليكم ان شاء الله ويكون وشنا حلو عليكم باذن الله. النهارده الحلقه كانت رايحه لشرق القاهره شويه عشان الناس اللي كانت زعلانه وبتقول يا باشمهندس مجدي انت ليه ما بتفكرش تقول عن الاستثمارات العقاريه اللي بتحدث في شرق القاهره. لا، انا عايز انزل الف العالم كله واقول على الاستثمارات العقاريه اللي بتحصل في مصر من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها. عايز اقول للعالم كله ان احنا الحمد لله رب العالمين شغالين وبننجح وهننجح، وتحيا مصر. كنت مبسوط ان انا معاكم النهارده، اشوفكم الحلقه الجايه على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.